السلام عليكم. شلون الوضع؟ شلون الأخبار؟ اليوم جايكم بأحلى حلقة وأحلى فيديو. هذا الفيديو بخصوص المشاهير اللي على اليوتيوب بس لا أكتر. قبل أن نبدأ أتمنىكم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخوان شوفوا الفيديو هذا، أقسم بالله العظيم بيخص المشاهير اليوتيوبرية اللي عندهم المهم هذا بدي أفهمكم كل شي على بعض من معلومات اليوتيوب. تمام؟ فليكم مشاهدة ممتعة. يا اخوان شوفوا، العالم عم تجيب على مشاهدات عالية على فيديوهات الشورتس. يعني اكيد انتم مفكرين انه على مشاهدات الشورتس يعني باخد عليها على كل 1000 مشاهدة مثلا دولارين او $5 او $10 على فيديوهات القصة. لا، انت غلطان. على الفيديوهات الصغار بتاخد يا 1 سنت يا 5 سنت يا اما 12 سنت. وعلى الفيديوهات الطويلة يا بتاخد $5 يا اما تاخد $12. ما راح اقولكم $1 لانه ما في هالمبلغ. يا بتاخد يا $5 يا اما $12 على كل 1000 مشاهدة من هدول الفيديوهات الطويلة. فاخواتي اخواني بتمنى الكل، انا هلا بدي ابلش بمحتوى جديد. محتوى الرعب عيفولي على جنب، راح نبلش محتوى جديد نحن. محتوى هو حسب انتم شو بتكتبوا لي بالتعليقات انا راح اسوي محتوى. فوالله العظيم ما بعرف شو محتوى اسوي على كيفكم. المهم شوفوا يا اخوان، شوفوا لاي شخص حاب يعمل قناة، نصيحة مني اول شي دعم قناتك. نزل قليل من فيديوهات الشورتس الصغيرة، ونزل فيديوهات الفيديوهات الطويلة احسن لك. لانه بي انا جربت هالشي. شوفوا راح اقولكم ايش الفرق بين مشاهدات الشورتس القصيرة والمشاهدات الطويلة على اليوتيوب. اول شي راح نبدأ مشاهدات الشورتس على اليوتيوب. الصورة هاي هي مشاهدات الشورتس. الصورة الثانية بخصوص كمان فيديوهات طويلة قديش بتربح عليها. هلا فرجيكم هاي تبع الشورتس قديش تربحوا عليها، وهاي قديش تربحوا عليها كمان. هاي تبع الشورتس قديش تربح، تبع الطويلة قديش تربحوا عليها. مثل ما انتم شايفين هدول الفرق بيناتهم يعني شي مو طبيعي. يعني من 1 سنت او 12 سنت، يعني من 5 سنت او 12 سنت. وفيديوهات طويلة من $5 ل $12 حسب انت الدولة اللي قاعد فيها وحسب المشاهد اللي هو قاعد الدولة اللي بيشاهدك منها. ها هو الفرق. هي مثلا شاهدك من خلينا نفترض اوروبا. قديش تعطي تدفع؟ لا $22 تدفع لك اذا مو اكتر. لا $22 صح. فخيو كندا قديش تدفع لك اذا شاهدتك؟ تدفع لك اشقد $60. يعني شوف الفرق بين هون وهون، سبحان الله. المهم مثل ما قلت لكم لاي شخص يوتيوبري هدول الصغار اللي عمرهم 15 و16 سنة و17 سنة، نصيحة مني نزلوا فيديوهات طويلة احسن ما تروح عليكم الفرصة وتاخدوا مصاريكم كلياتهم من هدول الشورتس الصغار. وما بلكي تطلع القيمة تبع هدول الشورتس الصغار بلكي يطلع مقابل $1000. انا هلا عندي فيديو، عندي فيديو ضرب 8 مليون مشاهدة. قديش بدي اخذ عليه؟ اذا مو اقل من $100 اللي هو شورتس. اللي في عندي فيديو ضرب 100 و100 الف مليون و100 الف مشاهدة على اليوتيوب. ليش تاخذ عليه؟ هذا اكيد راح اخذ عليه مبلغ كويس، يعني مثل $5000 $10000 هيك شي. يعني حسب الدولة اللي هي بتتابعك منها. يعني مثلا انا بتتابعني اللهم صل على النبي، اول دولة سوريا بتتابعني، ثاني دولة العراق، ثالث دولة الجزائر، ثالث دولة الاردن، ورابع دولة تركيا، وخامس دولة لبنان، وسادس دولة كانت تابعني هالبلد اللي انا فيها ليبيا. المهم فمثل ما قلت لكم يا اخوان حبايب قلبي، نزل لكم فيديوهات طويلة احسن من الشورتس هدول الصغار. نصيحة مني. فلهون بس اعطيتكم معلومات انا عن اليوتيوب وهيجي. واذا حابين تحققوا الربح، قبل ما تحققوا الربح يا اخوان بتسوون حساب انسز، جهزوه
بعد منه بساعة، ها يعني لازم يكون في ساعة بيناتهم، بعد منه بساعة يا اما ساعتين يا اما 3. بتجهزوا الحساب حسب ما يكون، اشقد ما يكون ساعات سووا. المهم بتجهزوا الحساب، وشو تعملوا؟ بس تحققوا ربح تربطوه على بعض مشان يعطيكم طبع وتم تحقيق الربح تبعك. انا للاسف انا انتو بتعرفوا ايش يعني للاسف. فهلا بدي ارجع اعمل اعادة محاولة واحط فيديو جديد على اليوتيوب مشان شو، مشان تزيد عندي، مشان نفعل ارباح اليوتيوب. كل شي عندي كويس مزبوط. اخواني انا ما ضل لي شي مفوت ل 12 مليون مشاهدة، ما ضل لي شي الحمد لله. بس شو هدول الفيديوهات؟ فيديوهات الشورتس، يعني ما راح اربح منهم غير قيمة 200 دولار 300 دولار. اما فيديوهات طويلة بتربحوا منها من 5، مو اقول لكم 200 دولار 300 دولار لا، المرة بدنا نضربها ضرب 5000 دولار 6000 دولار هيك شي يعني. اخواني بس حبيت اعطيكم معلومات عن اليوتيوب وشو بيعطي ارباح من قسم هون لقسم هون، يعني من قسم الشورت لقسم فيديوهات طويلة، شو الفرق بين ارباحهم؟ شي خيالي يطلع. اخواني اذا حابين انزلكم معلومات عن اليوتيوب اكتر اكتبولي تحت بالتعليقات، ومشان انزلكم فيديوهات حلوة وقوية، وان شاء الله نكون جيش واحد انا وياكم. مع السلامة.